نرجع بقى للمثال اللي بدأنا بيه واللي هو انا في مصر. انا دلوقتي عندي مشكله وعايز احلها، بستورد حاجات كتيره جدا وبصدر هوا ولا حاجه، ولكن الحمد لله ربنا هداني وعرفت ان انا دوله ماليش لازمه ومستهلكه، وقررت ان هزود خلاص الصادرات وهقلل الواردات. طب المشكله هنا هعمل ده ازاي؟ واحده من اشهر الطرق المستخدمه في حل مشكله زي دي هو التعويم. بالظبط كده، التعويم اللي انت عارفه اللي بيقلل سعر الجنيه، ده اللي بيحل ازمه الفرق ما بين الصادرات والواردات الكبير جدا. وقبل ما اعرفك هو بيحل المشكله دي ازاي، تعال اقول لك الاول يعني ايه اصلا تعويم. التعويم ليه اسم تاني انت ممكن تفهمه، وهو تحرير سعر صرف العمله. بمعنى تاني انت هتسيب العمله ملهاش قيمه، والعرض والطلب هو اللي هيرفعها قوي، هيرفعها فوق. زي ما قلت لك من شويه، سعر العمله بيختلف من بلد للتانيه، ودولتك بتتعامل مع الدول التانيه بعمله مش عملتك، عشان كده دايما بيكون في لينك دايما بينهم، بتقارن الجنيه بتاعك بالعملات دي، زي ما احنا بنعمل في مصر بالظبط، بنقارن الجنيه المصري بالدولار، وده لانها هي العمله اللي انت بتتداول بيها ما بينك وما بين الدول التانيه. وقيمه الجنيه بالنسبه للدولار احنا اتكلمنا عنها في اول الحلقه وعرفنا بتتحسب ازاي، عن طريق اصول الدوله. ولكن اللي بيحصل في التعويم هو انك بتسيب السوق هو اللي يتحكم. البنك المركزي بتاع دولتك بيلغي القيمه اللي هو كان حاططها فعلا لعملتك، ويسيب بقى العرض والطلب في سوق الاستيراد والتصدير هو اللي يتحكم في القيمه دي، ولحد قيمه معينه بيثبت عندها. واول ما يثبت ساعتها البنك المركزي بيعرف قيمه الجنيه بتاعك حسب بقى الايرادات في السوق او الشغل اللي انت اشتغلته عمل كام بالنسبه للدولار. ولان السيتي اشترى هالاند باليورو مش بالجنيه، وروسيا عامله خناقه بين الروبل بتاعها والدولار، الجنيه بتاعنا يا عيني قاعد يتفرج من بعيد قوي ويقول يا رب ما تفضحنيش اكتر من كده. بالمنظر اللي انت شايفه ده تفتكر كده احنا عملنا ايه؟ عملنا تضخم حضرتك، زي ما سمعت بالظبط. هو التضخم بقى اللي انت بتسمع عنه اليومين دول. قبل ما نتكلم عن كارثه التضخم وممكن توصل بينا لحد فين، تعال نشوف التعويم عمل فينا ايه دلوقتي، او المفروض هدفها ايه. بعد التعويم اكيد طبيعي سعر الجنيه قيمته هتقل قدام الدولار، وبالتالي الحاجات اللي انت بتستوردها هتستوردها غاليه جدا. انت عارف البامبرز بقى بكام؟ وفي المقابل الاستيراد هيقل بنسبه كبيره، لان انت مش معاك فائض من العمله الصعبه اللي انت عايز تستورد بيها، معيش اخضر، معيش دولارات. ودي من اهم الحاجات اللي كان لازم تاخد بالك منها قبل ما تعمل حركه زي حركه التعويم. وبما ان الاستيراد وقف او قل بنسبه كبيره، فانت كده ما قدامكش غير انك تعتمد على المنتجات او الصناعات المحليه، وده بقى فيه تشجيع كبير جدا لنموها، وهيبقى سعر وارداتك اقل لان عملتك للاسف تعبان، فبقى عندك منافسه اكبر بكتير في الاسواق العالميه، لان سعرك بقى ارخص وتقدر تبيع اكتر وتنافس. وكمان بما ان عملتك بقت اقل، فده هيشجع الاستثمارات الخارجيه انها تيجي عندك البلد وتستثمر عندك، وبكده انت دخلت عمله صعبه وشجعت الاستثمارات جوه البلد. وخد بقى عندك السياحه تنتعش، لان السائح اللي كان هيقضي عندك اسبوع واحد بالميزانيه بتاعته ساعتها هيقضي عندك شهر واتنين، وده هيشجعه اكتر انه يجي. وبالمثل بالظبط ده اللي كانت امريكا عايزه تعمله وقت اتفاقيه بلازا اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه لو فاكر. ولكن ستوب لحد هنا، ولازم تاخد بالك السيناريو الوردي اللي احنا لسه متكلمين عنه ده مش دايما بيتحقق. اصحى فوق، لان في ضوابط، مش اي دوله كده عايزه تعمل تعويم تدخل بدماغها. اولا زي ما قلت لك لازم الدوله دي يكون عندها فائض او احتياطي من العمله الثانيه عشان ما تواجهش مشكله الاستيراد، لانه ما ينفعش خالص يقف بشكل تام، لان وقتها في صناعات كامله هتتدمر. تاني حاجه انت لازم اصلا تكون دوله صناعيه منتجه، وقدره الصادرات عندك اصلا كويسه، عشان لما تسترجل كده وتقول انا هوقف الاستيراد يكون عندك القدره انك تتماشى مع الوضع وتعدي الازمه دي بدون خسائر كتير. طب لو حصل العكس وما عدتهاش وفضلت مزنوق انت والجنيه بتاعك في مدعكه السوق، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ تضخم، لان التضخم معناه ارتفاع في الاسعار مقابل انخفاض في القيمه الشرائيه، وده بيحصل نتيجه ان في فلوس كتير جدا ولكن قيمتها قلت قدام السلع. الجنيه بتاعك زمان كان يجيب لك 5 لبنات، لكن احنا صغرنا خالص يا لينا وبقى يجيب لبنه واحده بس. انت اكيد عارف ان اكتر دوله بتعاني من التضخم حاليا هي فنزويلا اللي موجوده ناحيه امريكا الجنوبيه. فنزويلا معدل التضخم وصل فيها ل 2000%. متخيل الرقم؟ حرفيا الفلوس مرميه في الارض من كتر ما هي ملهاش لازمه. الدولار الواحد بيساوي 450 الف بوليفار فنزويلي، يعني تقريبا نص مليون. انت لازم تبقى مليونير عشان تحجز ماتش كوره. بس